يقول لك حسب المرأة أن تعد معايبه. بالنسبة لبر الوالدين وعقوق الوالدين حابب تقول ايه؟ دلوقتي منتشر قوي نتيجة التطور الهائل اللي ما بيشتغلش صح. هي في ناس كتير بتيجي تقول لي أمهات يا عم محمد ادعي لأولادي ربنا يهديهم. قلت لهم أنا ما بدعيش الأولاد، أنا بدعي الأمهات ربنا يهديهم هم. ابنك ده كام سنة؟ قالت لي 16 سنة. قلت لها يعني راجل عاوز يعمل كل حاجة بنفسه ويبقى له شخصيته، أقول له يمين يعمل شمال. فقلت لها لا ما تقولوش خالص، سيبيه يعمل ويغلط. من أساليب التربية طريق الصواب والخطأ. عمل حاجة غلط عرف الغلط فين، عملها تاني عملها صح. اتعلم يعني. فقام قالت لي كلمة وقعت في الغلط. قالت لي أنا كنت قاعدة في الصالة والصالة قدامي بلكونة في ناس ساكنة ومش لابسة طرحة. قال لها شوفي أنت قاعدة هنا قدام باب البلكونة وشعرك مكشوف، حد هيطلع من البلكونة يشوفك، قومي البسي طرحة يلا. قلت لها ما هو ده الراجل أهو جدع. وبعدين زي ما تقول رجعت قالت إيه ربنا يهدي ويبقى كده على طول. يعني في أبهات أو أمهات عاوزين ابنهم يكون صورة 100 وده مستحيل. يعني يقول لك حسب المرأة أن تعد معايبه، يبقى حاجات بسيطة يعني يقدر يعدها. لازم يكون الولد له شخصيته، مش ضروري يكون زي أبوه بالظبط أو زي أمه بالظبط، بس أهم شيء ما يغلطش. لكن الطباع هي لا، أنا ما بقيتش إن الولد صورة متكررة من أمه أو من أبوه.